كلنا كنعرفوا البريوات المالحين اللي معمرين سواء بالدجاج بالحوت او الكفته، والبريوات الحلوين اللي مطفيين بالعسل. ولكن واش كنعرفوا منين جاو وشكون مول الفكره؟ ايوا سمعوني مزيان، البريوات السيادي هما اختراع ملكي مغربي وبالضبط من الزمن الوحيد. هذا الشيء اللي خبرنا به صاحب كتاب انواع الصيدله في الوان الاطعمه، واللي كان طباخ في القصور الموحديه، واللي كتب على هذه الفتره من الزمن هذه 800 سنه، واللي غيقول لنا بان البريوات كانت كتصايب في القصر ديال يعقوب المنصور الموحدي في مدينه مراكش بنفس الطريقه اللي كتصايب بها البريوات اليوم. وكيف كيخبرنا هذا المؤرخ بان البريوات المالحين هما غير ديال الناس العاديين، اما البريوات الحلوين المطفيين في العسل فهما خاصين غير بالملوك والامراء، واللي كاينين غير في المغرب بالضبط. يعني الا كنتي كتاكل البريوات الحلوين المطفيين في العسل فانت كتاكل بريوات مغربيه 100% ملكيه. احنا اصلا ما كتصلح لينا غير الفخامه، هو البريوات بريواتنا.